اخواتي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا انتوا عارفين ان ابو يوسف تعبان. كلكم يا ريت تدعوا له بالشفاء، وكلكم بجد انتوا وقفتوا جنبنا وقفه جميله، وشكرا على دعمكم لينا وشكرا على كلامكم ودعواتكم ليه. بجد بجد متحرمش منكم ابدا، وهو ان شاء الله والله يعني هيرجع تاني ويقوم بالسلامه. ادعوا له انتوا بس وخليكم معانا بس لحد ما يقوم بالسلامه. تمام. فانا دلوقتي رايحه اعمله دلوقتي عشان يتعشى. طبعا بقى هو لسه خد العلاج اللي قبل الاكل ولسه هياخد العلاج اللي بعد الاكل ان شاء الله لما ياكل. خليكم معانا بقى واحنا بنعمل له الاكل. طبعا انا عامله له بطاطس مسلوقه، فهسخنها بس شويه عشان هي كانت سقعت. تمام. ولع بس البوتاجاز. شكرا والله بجد، انتوا بجد واقفين جنبنا وقفه جميله. كلامكم ودعواتكم لابو يوسف بجد مفرحني قوي ومفرحه والله. انا بقول له والله على الدعوات اللي انتم بتدعوها له، وان انتم بجد نفسكم يقوم بالسلامه. فان شاء الله يقوم بالسلامه ويرجع تاني يعمل فيديوهات ويفتح لايف، وان شاء الله يبقى كويس. بس هخليها عم تسخن شويه. تمام. بنسخن اهو. تمام كده. يلا بينا نعمل سندوتشات. هعمله بقى سندوتشات جبنه وسندوتشات بطاطس. عشان ايه؟ هو يعني اكل جبنه النهارده كتيره، فانا ايه مش عايزه برضه اكتر له جبنه قوي. بسم الله. طبعا بقى ممنوع من الاكل بقى اللانشون والحاجات التانية ديت، فاحنا قلنا نعمل له حاجات خفيفه كده. طبعا دي جبنه بيضه اهي، نعملها في السندوتش كده. الف انا يا يوسف، بجد والله انا نفسي ان ربنا يشفيك وتقوم لنا كده بالسلامه وترجع تملى البيت تاني بصوتك. ربنا يشفيك يا رب، يوحش عنك كده. اول واحد بسم الله. طبعا برضو اعمله كمان كوبايه نعناع دلوقتي عشان ايه يعرف ايه يبلع بيها كده الاكل. ربنا يشفيك يا رب، يوحش عنك يا غالي ويقومك كده لنا بالسلامه. طبعا ده تاني سندوتش اهو. اعمله بقى ايه كمان واحد بطاطس، او اعمله 2 بطاطس عشان ايه يبقى الاكل معاه، يعني عشان لو جاع يبقى هو الاكل معاه ياكل براحته لحد ما يشبع. اعمله بقى كده بطاطس. طبعا انا ممنوع من الفلافل والحاجات دي، فانا عامه حاطه ملح في البطاطس بس مش كتير، مكترتلوش قوي برضه عشان ايه ما تتعبوش. هعمله كمان واحد. وطبعا برضو العصاير ممنوع منها. انا كنت عامله عصير امبارح وكنت والله عايزه اديله منه بس خفت عليه. طبعا هي غلط عليه يعني. تمام. انا كده عملت ال4 سندوتشات. هنعمله بقى ايه دلوقتي؟ النعناع. هغليله بقى دلوقتي الميه وهعمله له الكتل. تمام. نجيب الكوبايه نحط فيها السكر اهي. معلقه نحط السكر. طبعا هو مش بيحب السكر كتير، هحط له ايه 3 معالق كده عشان ايه المعلقه دي اصلا صغنطوط. هحط له كده ايه ورقتين نعناع لانه بيحبه تقيل مش بيحبه خفيف اهو. خليكم بقى معانا لحد ما الميه تغلي. خلاص كده الميه قربت تغلي اهي. نفضيها بقى دلوقتي.
يا ريت يا جماعه فضلا وليس امرا اللي بيسمع الفيديو يا ريت تدعوا لابو يوسف بالشفاء، لان بجد والله العظيم زعلانه عشانه قوي. نفسي بقى اللي هو يقوم بالسلامه كده وربنا يشفيه ويحوش عنه ويرجع تاني. بجد البيت من غيره حاجه وحشه والله. إيه، الميه غلت اهيت. الكاتب بتاعنا مش بس لوحده. انا هغسله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحلى كوبايه نعناع لاحلى بيوسف، ربنا يجعلها بالشفاء يا رب. طبعا هو بيحبها تقيله كده. تمام، هنحطها بقى كده على الطبق وهنجيب السندوتشات نرصها بقى ايه كده. ويلا بينا نقدم لابو يوسف احلى طبق نعناع مع الاكل بتاعه. ايه يا ابو يوسف، ايه يا ابو يوسف، فرفش كده طمن الناس عليك. امم اتفضل، احلى اكل اهو، كوبايه نعناع مع الاربع سندوتشات هتاكلهم كلهم، ما تقوليش لا. لا حاجة الأول أنا عايز أشكر الناس. بجد والله الناس كلها تعليقاتها كلها طمننا على ابو أنا يوسف. شفت بعد تعليق كده، والله ربنا يبارك فيكم يا رب ويكبر بخاطركم ويديكم الصحة والعافية وما تشوفوا أي مكروه في أي حد يا رب. يا رب. ربنا يصلح حالكم. أنا بجد والله مبسوط من تعليقاتكم ديت. إن شاء الله بإذن الله هنرجع أحسن من الأول، والحمد لله يعني شوية بفضل دعاكم، يعني الحمد لله شوية عن امبارح يعني ارتحت شوية. الحمد لله. طبعا يا جماعة عايز أقول كلمة برضه لأم يوسف كده قدامكم وقدام الدنيا كلها، ربنا يصلح حالها ويخليها لي يا رب. على ايه يا ابو والله ما يوسف، انت تحت قصرت معايا امرك. في اي حاجة ودايما يعني جنبي ودايما مش مقصرة. الله وقبل يصلح ما عاوز حالك بس الحاجة ويقومك بالسلامه. قبل ما عاوز الحاجة بتكون جايبها لي والله يعني، وما قصرتش في اي حاجة بقولها شهادة حق يعني. طب يلا يا يوسف بقى عشان تاكل وبطل الكلام ده. انت بتقول لازم. كده ليه؟ لا لازم انا طيب انت بتقول كده ده ليه يعني؟ حقك والله لا يعني. يعني المفروض انا اعمل كده. الله يخليك انا يصلح بحبك حالك يا وافضل رب. تحت امرك وتحت رجليك دايما. الله يصلح مين حالك. اللي هيخدمك ومعلش غيري؟ معلش يا جماعة بقى، أنا بعتذر على الغياب ده والله، لأن ناس كتيرة جدا معلقة له وناس كتيرة بعتلي على الخاص. والله أنا بشكرهم من قلبي يا بشكرهم. جماعه طمنوا ابو يوسف، هو بقى كويس شويه الحمد لله مع الادويه الحمد لله. والمحاليل. واللي كان بيسأل أنا الحمد كان لله. عندي إيه طبعا قضيت هو شارك كلون اهو. اشتريتها الحمد لله، كان آخر محلول خدته العصر. الف سلامه والحمد لله عليك. ولسه ماشي على العلاج والله دلوقتي. ربنا يجعله بالشفاء يا رب. وبرضه هاخد العلاج برضه قدامكم برضه، يعني انتوا اخواتنا، مش هنصنع ولا هنخبي حاجة عليكم. كل الحمد حاجة لله. هتبقى قدامكم إن شاء الله على طول يعني. طب يلا عشان تاكل. يلا ماشي يا أبو يوسف. طب استنوا كده يا جماعه بس ادوله الاكل. يلا يا ابو يوسف بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طب قبل اي حاجه بقى زي ما احنا متعودين، مم. عايز اعزم على الناس الاول. اتفضلوا يا جماعه كلوا معايا. بس هتاكلوا طب ايه؟ هتاكلوا ايه؟ بس انا والله فضل متعود. وخير من عند ربنا. انا متعود يا ام يوسف اعزم على الناس، حتى ربنا لو يديمها باكل علينا لو حاجه نعمة. بسيطه اي حاجه كده اهوت، انا متعود اعزم على اخواتي وحبايبي. ربنا يديمها علينا نعمة يا ربنا رب. يخليكم لي يا رب وما يحرمني منكم ابدا. انتوا بجد يعني حبكم ليا بصدق وباخلاص، وانا والله العظيم انا وام يوسف بنحبكم قوي قوي من قلوبنا والله. ربنا بجد يحفظكم. بجد بجد والله. وبنشارك معاكم كل حاجه. ألف هنا بسم وشفا يا الله الرحمن حبيبي. الرحيم. سخنة ولا سقعت شوية؟ لا حلو. ألف هنا وشفا. الله يصلح حالك والله يا ام يوسف. الناس اللي جت بتسأل بقى عشان انا ما كملتلكوش انا عندي ايه. انا يا جماعه جالي دور سخونيه صعب، بس قبل السخونيه جسمي كان بيوجعني قوي قوي. عظمه كله كان بيوجعني، ظهري ورجلي وصدري وكل حاجه. أنا عامة كنت خايفة على أصلا، يعني هو كان بيبقى ماشي كده في الشقة اللي هو مدروخ ماشي والله يخبط في كل حاجة. أبو يوسف ما كانش طبيعي المهم خالص. الدور ده يبقى مقلب معاه بسخونيه بقى. رحت بقى المستشفى وكده وعلقوا لي محاليل هناك، وخدت جلسه تنفس. ما ارتحتش برضه. رحت بقى المغرب كده، الكلام ده كان الظهر يعني كده والعصر. رحت بقى قرب العشاء كده، رحت عند دكتور خصوصي وكده كشفت عنده. قال لي انت عندك دور سخونية صعب شديد. الدور السخونية ده كان مؤثر على ظهره، يعني بتهيألي احنا كنا خايفين على ظهره كان اللي يكون في مؤثر على جسمي حاجة. كله يا ام يوسف والله. بس كان ظهرك بالأكتر. على جسمي كله والله.
ربنا يستر. الف هنا وشفا، ربنا يستر عليك يا رب، يعدها على خير. يا ريت يا جماعه تدعوا له. وربنا يشفي كل مريض، يعني ربنا يشفي اي حد بيتوجع كده واي حد تعبان، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. يا رب يا رب. البني ادم يا جماعه الانسان ضعيف والله. ايوه والله والله بجد. بجد الانسان ضعيف، الانسان ما بيستحملش اي حاجه، الانسان ما هو الا على انسان. لحظه، قول انت يلا يا أبو يوسف عشان علاجك. طبعا يا جماعه زي ما شفتم معانا، هو والله كان تعبان تعب شديد، والوقتي يعني في دنيا تانية. والحمد لله يعني، شوفوا كان فين وبقى فين، الحمد لله بدعواتكم بعد ربنا. طبعا فضل يرجع لكم بعد ربنا. فانتوا ادعوا له ان ربنا يشفي بالسلامه، ويرجع بقى يفتح لكم لايف ونصور فيديوهات جميله ونخرج، فان شاء الله يبقى كويس. احنا طبعا يا جماعه بنحب نشارك معاكم كل حاجه، ايوه وبنحب نطلع معاكم لان احنا بنحبكم. فلازم نشارككم كل حاجه، تعبنا وفرحنا، فمعلش بقى احنا تعبناكم معانا ونكدنا عليكم شويه، معلش. ربنا بس يعدي على خير يا ابو يوسف، يقومك كده بالف سلام. ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب. يا رب. لازم يا جماعه نصبر كده ونقول الحمد لله على ما جاب ربنا، نقول الحمد لله، كل اللي يجيب ربنا حلو والله. ايه رايك في النعناع يا ابو يوسف؟ تسلم ايدك والله العظيم، جميله اهو. الف هنا اي وشفا. حاجه من ايدك زي العسل يا ام يوسف والله. الف هنا وشفا. كل بس انت كده واشبع، الاربعه يتاكلوا، كلهم الاربعه. انا كده خلاص والله. لا معدتي كلهم. بس بتوجعني. لا بالله كلهم. عليك. طب كلهم لا بس. لا شويه بس. طب عشان طب خاطر شويه ما جوعت انا اكل. كده يا معدتي ابو بس يوسف بتوجعني. هتزعلني. معلش بقى. ماشي عشان يابا. بس والله معدتي بس يعني انت كده شبعت؟ على قد بس كده الحمد لله. تمام ماشي. استنى بقى يا جماعه عشان ايه اديله العلاج. يلا يا يوسف عشان تاخد العلاج. يلا. انا هاخد الدواء الاول ولا البرشام الاول؟ لا خد الدواء الاول. الدواء؟ ماشي. بسم الله. ادعوا لي يا جماعه بالله عليكم، ادعوا لي ان ربنا يحوش عني. تاخد دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدواء ده مر قوي على فكره. انت بتعمل فراوله بتهيألي. هو طعم الفراوله بس مر برضه. اهو الدواء يعني يا ام يوسف هيكون ايه؟ ربنا بس يجعله بالشفاء اهم حاجه. يا رب. بعد العشاء لسه فاضل حاجه؟ او حبيتين بس. شكرا. ميه. بسم الله. علاج بقى مر مش مر، اهم حاجه بس يشفي وخلاص. ربنا بس يجعله بالشفاء يا رب. اظن ده عشان انت زهقت منه 4 مرات في اليوم. ان ليه يا جماعه برشام باخد 4 مرات في اليوم، يعني المفروض اكل 4 طاقات في اليوم، مش عارف انا والله. الحمد لله. لسه فاضل حاجه؟ لا خلاص كده، ربنا يجعله بالشفاء. دعواتكم يا جماعه بالله عليكم ان ربنا يجعل العلاج دوت بالشفاء، وربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب. يا رب اللهم امين. انا بحبكم قوي من كل قلبي، وان شاء الله هنرجع احسن من الاول. طبعا احنا زي ما انتم عارفين احنا بنشارككم كل حاجه، وعشان كده حبينا برضو نوريكم ابو يوسف وهو تعبان عشان تتاكدوا اللي هو يعني ايه مش بيفتح لايفات ليه او كده. فهو السبب اللي هو مش بيفتح لايفات او بيرفع فيديوهات كده اللي هو تعبان. معلش يا جماعه القلق بقى اللي انتوا قلقتوا عليه. ان شاء الله يرجع تاني ويقوم بالسلامه، ادعوا له انتوا بس بالشفاء. طب زي ما شفتم كده يا جماعه معانا، ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس وتعملوا اعجاب للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. يلا السلام كلمتنا بقى عليكم. نقول لهم ايه؟ السلام عليكم. سلام.